بقيمة 27 مليار ريال سعودي، أي ما يعادل 6 مليار دولار. انطلقت فعاليات المنتدى الاستثماري السوري السعودي، والذي يشمل عدة قطاعات، منها القطاعات الصناعية، الاتصالات، البناء، السياحة، الطاقة وغيرها من القطاعات. تم هذا المنتدى وهذه الفعاليات برعاية السيد أحمد الشرع رئيس الجمهورية العربية السورية، بالإضافة لحضور وزارة من المملكة العربية السعودية ومشاركة أكثر من 130 رجل أعمال وشركة سعودية، بالإضافة لعشرات الشركات السورية وعشرات رجال الأعمال ومئات الحضور الذين حضروا هذا الحدث الكبير جدا، والذي يعتبر من أهم الأعمال الاستثمارية في تاريخ سوريا منذ انطلاقها بعد سقوط نظام الأسد المجرم حتى اللحظة. هذه الاستثمارات من شأنها أن تؤمن فرص عمل لأكثر من 50,000 شخص بشكل مباشر، وعشرات الآلاف لاحقا وبشكل غير مباشر. مجالات عديدة تشمل هذه الاستثمارات. قبل هذا الحدث كان هناك أحداث متتالية وفعاليات متتالية للاستثمار في سوريا، ولاحقا أيضا هناك استثمارات ضخمة جدا وقريبة جدا ستشهدها سوريا. هذا الأمر الذي سينعكس إيجابا بشكل كبير جدا على السوريين، ويرقى في سوريا وفي وطننا إلى مصاف الدول المتقدمة، ليكون الإنسان السوري في المكان الصحيح الذي يجب أن يكون فيه رائدا بين الشعوب، وتكون سوريا رائدة بين دول العالم. محمد فيصل، قصر الشعب، دمشق.